للمعركة اللي جرت بين الفهر والعتبان الروقة قوم الشليويح، وامسوا في الخواشات حسب الرواية يبون يصبحون طرش بن شفلوت عند الرضيمة نهار العيد، يحسبون الفهر ما شدوا، يقولون شليويح رتب حصان وقام يعرض على اخوياه يقول له ولي في نحال كبشان دونه هو الهضاب النايفة والطعاميس، لو ولي في نحال كبشان دونه هو الهضاب النايفة والطعاميس، يا لايم على الفهر وتلونه ولا جحاده مبعدين المراميس، خيالهم مجلقة يذكرونه لقى نهار فيه دز الملابيس، وضربها سالم بن شفلوت ولحق عليها شلوان بن جليغم وردوا العتبان منعها.